السلام عليكم، ايه الاخبار؟ نتمنى الجميع يكون بخير. بقالنا اكتر من سنه ونص ما عملناش فيديوهات عن سماعات، فتعالوا بينا النهارده بقى نتكلم على سماعه اشتريتها بقالي فتره. خلينا نقيمها ونشوف هي تستحق الشراء ولا لا. السماعه من شركه كبيره جدا وعريقه جدا ومشهوره جدا. بدون كلام كتير خلينا ندخل على طول في التفاصيل عشان ما نضيعش وقت. في البدايه طبعا السماعه اللي نتكلم عليها النهارده هي البيزوس بوي دي 05 اللي هي بتيجي بالشكل ده. سماعه يعني خامات تصنيع قوية جدا ومحترمة جدا. الاسفنج اللي هنا سوفت خالص ومش ناشف، ولما بتحطه على ودنك مش بيوجع لك ودنك، وخامات تصنيع كويسة جدا. السماعة حجمها كويس، تقدر ان انت تكستمايز الحجم على حسب المقاس اللي انت عايزه. تقدر كمان ان انت تتني السماعه كده لو خلصت منها عشان تحطها في شنطتك او تحطها في اي مكان. مش بتاخد حجم كبير، فخامات التصنيع تاخد 10 من 10 بالنسبه طبعا للفئه السعريه اللي السماعه نازله فيها. السماعه بيجي فيها 3 ازرار: زرار الباور اللي هو ده، وزرارين تانيين للتحكم في الصوت. أزرار التحكم في الصوت اللي بيعلي واللي بيوطي، لو ضغطت على اللي بيعلي ضغطة طويلة بينقلك على طول للمقطع اللي بعد كده، ولو ضغطت ضغطة مطولة على الزرار اللي بيوطي بينقلك للتراك أو المقطع اللي قبل كده. فالموضوع سلس هنا في التحكم في الصوت. وبالنسبة لطريقة الاقتران، فطريقة الاقتران هنا سلسة جدا. بتضغط على الباور، أول ما الزرار بينور معاك بتفتح البلوتوث في التليفون، بتلاقي اسم السماعة موجود، بتقترن على طول بيها وتعيش التجربة. ولو هنتكلم عن تجربة الاستماع أو تجربة الصوتيات على السماعة دي، فتجربة الاستماع بصراحة يعني ممتازة جدا. أنا عندي بس فيها تعليق بسيط. أنا دلوقتي بسمع كده، يعني مثلا بسمع بالسماعة كده، جودة الصوت مثلا أديلها 6.5 من 10 أو 7 من 10، ولكن أنا لو ضغطت كده باخد جودة صوت ممتازة جدا. فانا دلوقتي لو عايز اخد جوده صوت كويسه لازم اضغط كده. دي بس الحاجه الوحيده اللي مضايقاني فيها. وبالنسبه بقى لتجربه المايكات او تجربه المكالمات في السماعه دي، والله اقدر ان انا اديلها 10 من 10. بالنسبه للاماكن الفاضيه او الاماكن الهاديه 10 من 10 بدون منازع. اما بالنسبه للاماكن اللي فيها دوشه فاقدر ان انا اديلها 7 من 10 او 6 من 10، طبعا عشان الاصوات اللي بتبقى جنبي بتظهر معايا للطرف الثاني في المكالمه. اما يا سيدي بالنسبه لتجربه الالعاب، فالليتنسي هنا غير موجود نهائي. انا شايف بصراحه ان مفيش ليتنسي خالص. السماعه بتيجي ببلوتوث 5.3 وده بيساعد على سرعه الاقتران وان ما يكونش فيه تاخر ما بين الصوت والصوره. فيعني لو بتلعب ببجي موبايل مثلا مش هتحس ان الصوت والصوره في فرق ما بينهم، لا الصوت متناسق جدا معاها. تحديد الاصوات يمين وشمال فوق تحت مظبوط جدا، مفيش اي خلاف عليه. العيب الوحيد اللي ضايقني برضه في الالعاب ان اوقات اصوات الاسلحه في الضرب، يعني مثلا انا بضرب بسلاح معين، الصوت مش الصوت الحقيقي بنسبه 100%، ممكن يبقى الصوت بنسبه 70% او 60%. ده بس العيب الوحيد اللي واجهني في تجربه الالعاب. اما بالنسبه لعمر البطاريه، فالشحنه الواحده بتقدر ان هي تخليك تستخدم السماعه لمده حوالي 70 ساعه او 65 ساعه. ده طبعا على كلام الشركه، ولكن انا مع استخدام المطول بستخدم السماعه في اليوم ساعه ساعتين ثلاثه كده، بتقعد معايا اسبوع او 10 ايام بدون شحن. طبعا لو انت متابعني من فتره هتعرف ان انا اتكلمت كتير عن طرق شحن السماعات والساعات الذكيه. لو انت معاك سماعه ايربودز او سماعه اوفر اير، انا ما بنصحكش ان انت تشحنها من الشاحن المباشر بتاع التليفون، انا بنصحك ان انت تشحنها من الكمبيوتر من شاشه التلفزيون، وده طبعا بيساعد في الحفاظ على عمر البطاريه. ولو هنتكلم عن سعر السماعه، فالسماعه بتيجي في الفئه السعريه ما بين ال 1100 لل 1400 جنيه. اعتقد ان ده سعر مناسب جدا. ولو هتسالني هل انت بترشح السماعه دي ولا لا، السماعه يا جماعه ممتازه، ما اعتقدش انك هتلاقي جوده احسن من كده في الفئه السعريه دي. حاجه كمان حابب اتكلم فيها قبل ما اقفل الفيديو: السماعه دي انا اشتريتها بضمان 2 من الموزع بتاعها. اعتقد ان دي حاجه كويسه جدا. وبعدين شركه بيزوس من الشركات العريقه جدا والكويسه جدا، مش محتاج ان انا اتكلم عنها، اسم الشركه لوحدها ضمان للمنتج اللي انت هتشتريه. ولو وصلت معايا لحد هنا فانا متشكر جدا ليك. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك للقناه، وانتظروني ان شاء الله في كل الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.